السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بتجدد الموعد معكم من خلال حلقة جديدة من برنامج والصلح خير. نرحب بكم أوفياء برنامج والصلح خير، نرحب بكل من يتواصل ويتصل بنا لعرض القضايا أو الخلافات والنزاعات. برنامج والصلح خير يقوم بفك كل النزاعات والخلافات مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. نريد صلحا يستنير أصحابه بنور الشرع، استنادا دائما إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. 1:10 هو عمر البرنامج، وعلى المباشر نلتقي بكم في سهرة هذا الثلاثاء، سهرة الصلح المباركة، وفي جلسة صلح نعقدها دائما من قناة القرآن الكريم الخامسة. قبل ذلك نرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بك دكتور. مرحبا نجاة. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله، نسأل الله دواما. الحمد لله. دكتور، وصلت الآن من واغادوغو عاصمة البوركينا فاسو، وحضرت مؤتمرا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت الأجواء فضيلة الدكتور سعيد بويزري؟ تفضل. لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أختي نجاة، قدر الله عز وجل أن أحضر في مؤتمر عالمي حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحت عنوان المنهاج النبوي في بناء الإنسان والمجتمع في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو. وقبلها، قبل هذا المؤتمر، يعني قبل هذه المدينة، قبل هذا الملتقى، نعقد أيضا مؤتمر دولي آخر في عاصمة النيجر نيامي، أيضا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حول البناء الحضاري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالمناسبة يعني توجه بالتحيات الخالصات لإخواننا وأخواتنا الذين عبروا عن حبهم للجزائر وعموما، وكذلك لبرامج قناة القرآن الكريم، وكانوا من متتبعي برنامج الصلح خير بشكل كبير. فطبعا فوجئت بهذه المشاعر الفياضة التي صدرت من أولئك الإخوة والأخوات. أذكر على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، إخوة وأخوات من النيجر، وكذلك من نيجيريا، وكذلك من طوغو، من بنين، من بوركينا فاسو، من طوغو، من مختلف الدول الإفريقية التي حضرت هذا المؤتمر الدولي. فأسأل الله عز وجل أن يحفظهم، وأن يحفظ شعوبهم، وأن يحفظ شعوبنا جميعا، وأن يحفظ أمتنا من كل سوء، وأن يمكنها من وصول مقام الأستاذية. ولكن الأمة لا تزال في الحقيقة في يعني ما زالت مسيرتها طويلة جدا، تحتاج إلى أن تنسجم مع الوحي الطاهر، وأن تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق ريادتها في الدنيا، وتحقق أستاذيتها، وتنشر السلم والسلام، وتنشر الإسلام في العالم. فأحييهم باسم وباسم الفريق العامل في برنامج الصلح خير، وكذلك باسم قناة القرآن، فجزاهم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. هذه كلمتي الافتتاحية. الآن نبدأ في البرنامج. بارك الله فيك دكتور، ووفقتم في هذا المؤتمر حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور سعيد بويزري، في البرنامج دائما نحاول إصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين هو العمود الفقري للبرنامج. دكتور، الرجل المصلح ورد في الحكمة: تصالح مع ثلاثة، مع الله بطاعته، ومع قلبك وغيرك بتصفيته، ومع الناس بالرفق بهم. ما رأيك دكتور؟ نعم، هذه حكمة بالغة، لأن الصلح ليكتمل وتكتمل صورته ويتجلى جمال الصلح لابد أن يكون في هذه المجالات. المجال الأول التصالح مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فالذي يتصالح مع الله يحقق مفتاح النجاح ومفتاح السعادة في الدنيا، تمهيدا للسعادة الأبدية في الآخرة. فما فائدة الصلح إذا تم بين الناس ولكن الناس أعلنوا حربا على الله؟ فالصلح المجال الأول والفضاء الأول مع الله سبحانه وتعالى، وهو أساس الصلح في جميع المجالات الأخرى.
ثم الصلح مع النفس، مع الذات، بتصفيتها من كل الشوائب كما يقول علماؤنا عن طريق ما يسمى بالتخلية والتحلية. التخلية عن الرذائل والتحلي بالفضائل. فالتصالح وملء النفوس والقلوب بالمحبة والرفق بالناس، لأنه إذا كان الإنسان ملأ الحب قلبه لا شك أنه سوف يعمل على إسعاد الناس ويرفق بالناس. أما إذا كان يعني غابت المحبة وحل محلها الحقد والكراهية ستتسع دائرة الجراحات وتتسع دائرة الألم. ثم التصالح أيضا مع الناس من خلال الرفق بالناس، من خلال المعاملة الحسنة، من خلال التسامح مع الناس، من خلال التعايش مع الناس، من خلال البحث عن المشترك الإنساني للتعاون فيه. فنتعاون فيما اتفقنا عليه وهو كثير، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهو قليل. بارك الله فيك دكتور سعيد بويزري. نعم، النتيجة هي لنتصالح فيما بيننا، كيف لا، والدكتور سعيد بويزري رجل مصلح دائما بيننا وفي هذه الجلسة من قناة القرآن الكريم. دكتور، أصبحنا وأمسينا على سماع أخبار عن حوادث المرور، عن القتل، عن إرهاب الطرقات. هذا ما نعرفه في الأوساط الإعلامية عندما نتصفح الجرائد. نفتح اليوم من قناة القرآن الكريم ملف ومن برنامج الصلح خير حوادث المرور. دكتور، سرعة جنونية يستعملها السائقون، وفي بعض الأحيان هذه السرعة تكون نتيجتها وخيمة، وهو قتل يا إما الراجلون المارون يا إما السائقون فيما بينهم. اليوم نتحدث عن حوادث المرور، ولكن نفتح شطر وهو التسامح. في الكثير من الأحيان دكتور عندما تحدث حادث مرور، عائلة الضحية بعد ما جاء المتسبب في الحادث يقول لهم نطلب السماح لأنه ربما كنت غافل أو كنت في سرعة فائقة، ولكن هما ما يقبلوش هذاك السماح. ماذا يحدث كما سنرى في الروبورتاج؟ نعم، تفضل دكتور. لك الفضل. حوادث المرور، إذن في هذا العدد الأول أو الجزء الأول من هذا العنوان الكبير الخطير حوادث المرور، لابد من بيان بعض المسائل في هذا الموضوع الافتتاحي. المسألة الأولى كما قلت يا أختي نجاة، فحوادث المرور أصبحت ظاهرة مخيفة. نعم. تخيف الجميع. نعم. لا يمكن لأحدنا أن يعتقد أنه في منأى عن آثار حوادث المرور. نعم. إلى درجة أن أحد الناس يقول كلما دخلت يعني إلى الطريق، يعني إما سائقا أو يركب في مركبة من المركبات، نعم. قالك إلا ونشاهد نقول لا إله إلا محمد رسول الله. نعم. معناتها نعم. يعني احتمالات العودة إلى البيت إلى الأسرة ضعيفة. نعم. لما نراه ونبصره في الحقيقة من الحوادث المخيفة في الطرقات. ثم أن هذه الحوادث أدت إلى كثير من النزاعات، فضلا عن مساوئها وعن سلبياتها. نبدأ بالأرواح التي تزهق، وكم من إنسان مات فقد روحه في الطريق بسبب هذه الحوادث، بسبب إرهاب الطرقات. وكذلك كم من إنسان فقد عقله بسبب أيضا حوادث المرور، وكم من إنسان أصبح مشلولا وأصبح معوقا، يعاني من إعاقة تصل ربما إلى 100% نعم. أو أقل بقليل. نعم. وأما الأموال فحدث ولا حرج، الأموال الكثير التي تبدد. إذن كل هذا معلوم عند الناس، ولكن للأسف الشديد مع ذلك نجد الذي ربما يحضر حادث مرور معين يشوف قتلى وموتى أمامه، ولكن بعد بلحظات يمسك مقود السيارة ويدير سرعة جنونية فائقة، فينسى ماذا حصل. نعم. وكأن هذه الحوادث لا تعنيه، وكأن هذا الموت لا يعنيه. وهذه في الحقيقة لابد من تنبيه الغافلين، لابد من دق ناقوس الخطر
يعني ونشعر جميعا، لابد أن نشعر جميعا بخطر حوادث المرور التي تهدد أرواحنا جميعا، تهدد أنفسنا، وتهدد عقولنا، وتهدد أموالنا، وتهدد الجميع. ثم أمر آخر مهم جدا لابد من بيانه في مقدمة هذا اللقاء، أن الشريعة الإسلامية قررت من الأحكام ما يكفي أو ما يحقق حفظ النفس. نعم. فهو مقصد من المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية، وهو كلية من الكليات الخمس، وهو مصلحة ضرورية من المصالح الضرورية الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية برعايتها في الكتاب والسنة. إذن أحكام شرعية تحمي وتحفظ النفس البشرية. رب سبحانه عز وجل قال في القرآن الكريم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا. النفس البشرية تساوي الخلق جميعا. من قتل نفسا بغير حق، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا ما يسمى في لغة الفقه والقانون بتبشيع جريمة القتل أمام الإنسان لكي لا يتقدم، لكي لا يسبب في إزهاق الأرواح. ثم أن الشريعة قررت أحكام لحماية العقول ولحماية الأموال، وهذه من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحمايتها. من ناحية القانونية إصدار قانون في الجزائر على المستوى العام، كان قوانين للمرور، كذلك في الجزائر عندنا قانون رقم 01/14 صدر في 19 أوت 2001، وهذا يتعلق بأمن الطرقات وسلامة الطرقات، وهذا هو المقصد الأساس. وفي جملة من الأحكام. طبعا هذا القانون عنده تعديلات. من هذه التعديلات التعديل الذي حصل في 2004 2004 صدر في 10/11/2004 تعديل بعض التعديلات لهذا القانون، وكذلك بعض المراسيم، منها المرسوم التنفيذي رقم 03/223 اللي صدر في 2003 الذي يبين كيفيات ممارسة ما يسمى بالرقابة التقنية للمركبات أو للسيارات. هكذا. إذن فيها مواد كثيرة أذكر على سبيل المثال على سبيل الحصر. مثلا المادة الثانية من هذا القانون، قانون 01 اللي صدر في 2001، هذا 01/14. هذا القانون في المادة 2 مثلا فيه بيان لمعاني ومفاهيم بعض المصطلحات، كمصطلح مثلا التقاطع، كمصطلح مثلا التوقف، كمصطلح الوقوف، يعني يختلف هذا عن هذا. مصطلح التوقف، مصطلح الوقوف، مصطلح الحافة، حافة الطريق، مصطلح الرصيف، مصطلح ممر الدراجات العادية والدراجات النارية، وكذلك الخط الاستعجالي أيضا في توضيحات وبيانات لهذه المصطلحات. في المادة الثانية. في المادة التاسعة تتحدث هذه المادة عن أن كل سائق مركبة لابد أن يحترم ما يسمى بالمسافة الأمنية، هذيك لامارك سيكوريتي، يعني المسافة الأمنية. يعني يجب على سائق كل مركبة يسير خلف أو وراء مركبة أخرى أن يحترم هذه المسافة الأمنية باش ما يقتربوش. وحنا نشوفوا الآن كيفاش الآن السيارات تتلاحق وتلصق بعضها بعضا، وطبعا كي يصرى حادث ممكن يعني مجموعة السيارات كلها تهلك. وهذه المادة 9/1، وكذلك المادة 12 المادة 11 يتحدث عن إلزامية ما يسمى بالحزام الأمن إجباري. دكتور نعم. فيه أذان العشاء، أذان صلاة العشاء. إذن يرفع على مسامعنا أذان صلاة العشاء، فلنستمع ثم نعود إليكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا
محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. صلاة الجميع. نتواصل معكم من خلال برنامج والصلح خير. استوقفتك دكتور في فكرة تلك القوانين التي تتعلق بحوادث المرور. واصل من فضلك دكتور. نعم الله يبارك فيك. نعم يعطي إشارة فقط باش نقول بلي هناك مجموعة قوانين تنظم الحركة في الطرقات، تنظم المرور. ولو طبق الناس أحكام الشريعة الإسلامية وطبق الناس القواعد القانونية، ما نقولوش نقضيوا على الحوادث 100%، ولكن والله لن نعيش هذا الرعب في هذه الشوارع. فقط على سبيل المثال وصلنا قلنا المادة 11 في القانون الجزائري، قانون 01 رقم 14 اللي صدر في 2001، ينص على إجبارية حزام الأمن. نعم. استعمال حزام الأمن إجباري، هكذا تنص المادة مباشرة. المادة 12 تنص على أن سائق المركبة وسائق السيارة يتحمل المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية بسبب المخالفات التي يرتكبها في الطرقات. والمادة 23 تتحدث، المادة 34 تتحدث عن الراجلين الذين يجب عليهم أن يحترموا أيضا أماكن السير. نعم. يعني أن يمشوا في الأرصفة الخاصة بهم. نعم. خطر بعض الناس يمشوا في وسط الطريق هم يعرضون أنفسهم الخطر. نعم. يعني المسؤولية مشتركة حين يتحملها السائقون، سائقو المركبات، حين يتحملها الراجلون اللي راهم يتحركوا. وكذلك المادة 63 تنص على ضرورة يعني تحقيق الأمن في الطرقات والتوعية وإلى آخره. طبعا هي مسألة مشتركة بين الجهات الرسمية والجهات المدنية جميعا. أما المادة 65 وما بعدها من القانون المذكور تنص على الجزاءات والعقوبات المقررة على جميع المخالفين للقواعد القانونية المتعلقة بقانون المرور. والمادة 43 من قانون 01 رقم 14 هذه المادة 43 تنص على ضرورة الرقابة التقنية للمركبة. نعم. التي تحيلنا إلى التنظيم. وقد صدر التنظيم اللي هو مرسوم تنفيذي صدر في 2003، يعني 03 رقمه 03/223. هذا المرسوم التنفيذي يحدد كيفية ممارسة هذه الرقابة التقنية على المركبات. ما نحبيت نقول كرسالة مهمة أنه الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي يعني فيه قواعد مهمة جدا تحمي الناس وتقلص من حوادث المرور، ولكن بشرط احترام هذه القواعد الشرعية والأحكام القانونية. نعم. بارك الله فيك. نشكرك دكتور على هذه التوضيحات. ندعوكم إلى فاصل ثم نعود إلى البرنامج. لكل من يريد التواصل مع برنامج والصلح خير
نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz أو عبر موقع الدكتور سعيد بويزري www.buizri.net. كما يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية 021 37 42 87 021 37 45 64. إذن ونزيف الدماء لم ينتهي بعد. ستشاهدون معنا روبورتاج مع السيد سفيان اللي الأب تاعو توفى جراء حادث المرور. نستمع ونشاهد هذه القضية ثم نتواصل معكم من أجل الاستماع إلى القضايا التي تعرضونها علينا في برنامج والصلح خير والتي تتعلق بحلقة اليوم حوادث المرور. تابعوا معنا. ما يصطلح عليه بحرب الطرق أصبح يشكل آفة لا تقل خطورة عن الحروب التي شهدتها البشرية عبر العصور، وتتجلى هذه الخطورة إلى تجدد هذه الحرب الضروس وتفاقمها يوما بعد يوم، فهي تتسبب في نشوء أزمات اجتماعية تنتهي في أروقة العدالة بين الضحية والمتهم. قانون المرور يقوم على أساس نظرية المخاطر، يعني المسؤولية تقع في التعويض ولو بدون خطأ بمجرد وجود الضرر، لأن القانون الخاص بإلزامية التأمين على السيارات قانون 74/15 المعدل بالقانون 88/31 مادة 8 منه تقول أن الأضرار الجسمانية في حوادث المرور مبنية على أساس الضرر. كذلك قانون المرور، قوانين الخاصة بالمرور تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها قانون 14/01 المعدل بقانون 0/4/16 والمعدل المتمم ب 0/9/3 عفوا، تقوم على أساس المخاطر، يعني بدون خطأ مباشرة لما تقوم تتحرك الدعوة العمومية، لما تكون كاين حادث مرور وتجي مصالح الأمن تدير الإجراءات المعاينة وتدير المعاينة تحمل الإجراءات القانونية، ومن بعد الضحية يعني المضرور من حادث المرور لكن فيه وفاة يتحرك الدعوة العمومية مباشرة ويديروا الإجراءات ويتابعوا المتسبب بتهمة النيابة، تتابعوا بتهمة القتل الخطأ طبقا لقانون العقوبات. مباشرة تكون فيه تعويض، تكون فيه حكم بالتعويض على المتهم تحت ضمان وكالة التأمين. لم يكن هذا الشاب يدرك أنه سيصبح المعيل الوحيد لعائلته المكونة من شقيقاته الأربعة ووالدته بعدما فقد والده في حادث سير قاتل قبل 5 سنوات. كان خبر جد أليم على العائلة بسبب وفاة الوالد تاعي الدحماني الجلالي في حادث مرور في شلف، مدينة شلف، يوم 17 جانفي 2009 على الساعة 9 صباحا. تلقيت خبر وفاة الوالد تاعي من الدكتور بمستشفى الصبحة ببوقادير، وكان جد أليم. ما قدرش الواقع الصدمة كانت قوية بزاف، ما قدرتش أنا نتجرأ أني بان نقول للعائلة أنه الوالد تاعي توفى ولا. الشيء اللي درته خبرت عمي الكبير ورحت أنا وياه للمستشفى بوقادير. مستشفى بوقادير كي وصلنا ثم لقينا نقول حنا
تعرفنا على الجثة تاع الوالد تاعي الله يرحمه. يقصد سفيان محامي العائلة للاستفسار عن جديد القضية. سبب هذه الحادث مرور في وفاة أب دحماني سفيان هو المرحوم دحماني الجلالي رحمه الله في حادث مرور مؤلم. وتاجر كان يتنقل من المدينة لمدينة ومن الولاية لولاية في يعني تاجر بالجملة للخضر وفواكه. ولكن العائلة يعني هي ما قدرتش تشوف المتهم يعني يتسبب في الضرر في الوفاة، ولكن كانوا تنازلوا مباشرة والمحكمة حكمت لهم بالتعويض المدني، الطرف المدني تحت ضمان شركة التأمين. والعائلة كانت مباشرة يعني الأسرة في حد ذاتها يعني حتى أولاد المتوفي وخاوته والعائلة كلها كانوا قالوا قضاء وقدر. رغم إدراك العائلة أن الوالد لا يمكن تعويضه بالمال دفعها إلى العفو عن المتهم، إلا أن هذا الأخير لم يتصل بالعائلة إلى الآن. بحثونا المحكمة بقادير، بحثونا نحضروا في الشرع بالطرف المدني المتضررين الطرف المدني، وكي وقفنا في دار الشرع انه الانسان هذايا بالرغم الانسان هذا قبل اليوم كان ما اتصلش بينا، قبل مور الاكسيدون كان ما اتصلش بينا وما كانش في تنسيق بيناتنا، ما عيطناش تلاقينا به في دار الشرع. وحنا بسيفتي انا متضرر مع العائله انا سامحين له، رانا سامحين له، تبقى الإجراءات القانونية راهي تتمشى. قضية سفيان من القضايا المعروضة على أنظار المحاكم، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة رغم أملنا أن تنتهي بالصلح. إذن كما قال زميلنا يعقوب فتحي رغم أملنا أن تنتهي بالصلح. فضيلة الدكتور، في هذه الحالة وهذه القضية سفيان ابن الضحية رحمه الله يقول لك احنا رانا سمحنا للسيد هذا اللي تسبب في وفاة الأب تاعو، ولكن السيد من 2009 منذ تاريخ الحادث ما عودش ظهر للساحة والقضية تطرح على المحكمة. كيف يمكن الفصل في كل هذه الأمور دكتور في برنامج الصلح خير؟ في الحقيقة أولا نترحم على جميع موتى المسلمين وضحايا الطرقات، ولكن لابد أن نأخذ العبر. الإمام علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. نعم. المهم نعتبر جميعا، كلنا في خطر. هذا من جهة. من جهة أخرى حينما تقع هذه الكارثة، تقع هذه المصيبة، يكون حادث مرور أدى إلى وفاة، كاين أولا شرع وكاين أصول أيضا اجتماعية معروفة على مستوى مجتمعنا الجزائري بل على مستوى أمتنا. الشريعة في أحكام تفصيلية ربما نعود إليها في اللقاء القادم في العدد الثاني إن شاء الله تعالى. ولكن حينما يكون هذا القتل خطأ، تتوفر في شروط القتل خطأ، كاين النص موجود في القرآن الكريم في سورة النساء في الآية رقم 92 جزء من الآية: يقول رب سبحانه: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآية. هي آية طويلة شوية، يعني الآية 92 من سورة النساء. ومن ناحية الجانب القانوني أيضا سنوضحه إن شاء الله في اللقاء القادم، كي نتكلم عن موضوع التعويضات للطرف المدني وهكذا. ولكن الذي هم الآن على وجه الاستعجال أنه كي تكون يعني قضية صارت كما هذه، المفروض هذا القاتل خطأ اللي ارتكب هذا الحادث يتواصل مع عائلة الضحية. يجب عليه. يجب عليه. نعم. لماذا؟ لأنه نبدأ بالقلوب أولا. يعني ما الفائدة إذا كان رحت في المحاكم وبعدين تعويضات مدنية وكذا وكذا، وإذا كان عنده مسؤولية، طبعا عنده مسؤولية ويتعاقب قانونيا يطبق عليه القانون وبعدين وخلاص. يعني ما عندهاش أين الصلح في هذا الأمر؟ خلاص. كل واحد راح المحكمة والدحق والسلام، وهذاك خذا الجزاء نتاعو فرات. ولكن الذي نريد، وهذا من أصالاتنا، أن هذا القاتل لابد أن يتواصل مع عائلة المقتول، مع عائلة الضحية. بلكن ممكن أن يواجهني أحدهم يقول لا، ممكن هذاك النهار الناس يخافوا، ربما يخافوا من العائلة، ربما أحد أفراد العائلة يتصرف تصرفات عنيفة وشيء من القبيل. نعم، نقدر ذلك تماما،
ولكن الله يبارك في البلد أهل الخير وأهل نعم. الرشاد نعم. وأهل الرشد، سواء في وطننا الجزائري أو على مستوى الأمة، والحمد لله كاين الصلحاء وكاين أهل الخير وكاين أهل الإيمان وكاين أهل الصلح، يتصل بهم ويكون هما الوسائط، هما يديروا هذه الوساطة بين العائلتين أو بين هذا الشخص مرتكب هذا الحادث وعائلة الضحية من أجل توفير أسباب التصالح والتسامح. ثم كي نقول تصالح باش ما يكونش هناك لا ثأر ولا شيء من هذا القبيل، ولكن العدالة تأخذ مجراها وتتصالح القلوب، ولكن اللي مات الله يرحمه ويأخذ الحقوق كما يلزم. نعم. وكذلك نأخذ العبر جميعا. نعم. هذا من جهة. من جهة ثانية الأخ سفيان أن جزاه الله خير هو راه يقول بلي احنا نسمحوا، ولكن أين هذا الإنسان؟ نعم. لذلك استثمر هذا يعني هذا البرنامج باش نوجه نداء إلى هذا الضحي، يعني هذا اللي ارتكب هذا الحادث، نقول له عليك أن تبادر. ما نقولش فات الوقت لأنه دائما الخير إن شاء الله كيجي وقته، تروح وتطلب السماح وتطلب العفو من عندهم، العفو مرتين أنك كنت سببا في قتل هذا الوالد رحمه الله، والأمر الثاني أنك تأخرت كثيرا. نعم. تأخذ معك بعض الأعيان، بعض الأئمة وبعض أهل الخير وهكذا، باش تصبح من العائلة باش تتسامحوا على مستوى القلوب نتاعكم، والعدالة تأخذ مجراها. معروفة المواد القانونية تطبق في هذا الموضوع. هذا ندائي إلى هذا الإنسان، أسأل الله عز وجل أن يوفقه ليلبي هذا النداء عاجلا لا آجلا. نعم دكتور، شكرا دكتور. إذا أعود لأذكر بالأرقام الهاتفية للتواصل مع برنامج وصلح خير ومع حلقة اليوم حوادث المرور: 021 37 42 87 021 37 45 64. سعيد، هل هناك اتصال أم أرى في الحاجة مليكة من فرنسا؟ السلام عليكم أختي الكريمة. الحاجة مليكة السلام عليكم من فرنسا. أين هي يا سفيان؟ مليكة، الحاجة مليكة من فرنسا، راكي تسمعي فينا أختي الكريمة؟ سعيد، لست أدري إذا نعم. إذن في انتظار اتصالاتكم حول موضوع حلقة اليوم وهو حوادث المرور. دكتور أمين من العاصمة يسأل، يقول: ما حكم الشرع أو ما حكم برنامج صلح خير كما يقول في ظاهرة عاشتها عائلة أمين؟ اللي يقول دكتور الأخ تاعو كان يمشي في الطريق، يعني كان راح يقطع من طريق سريع، قال ضرباته طوموبيل وخلاته يعني ينزف في الدماء تاعو، راهو دوكا يعني راهو باغاليزي دكتور. قال لك السيد هذاك هرب، ما شفناش الى حد الان منذ سنتين، والاخ تاعو راهو الان يعني معوق دكتور، يعني مبتور الرجلين. تفضل دكتور، ما حكم الهروب هادو اللي يسوق يضرب واحد ومن بعد يهرب ما يوليش ويخلي الضحيه هكذاك في الارض؟ دكتور تفضل. نعم، اولا شيء محزن جدا وشيء نتاسف كثيرا، يعني هذا ارتكب يعني جريمتين. نعم. اولا طبعا ما نتكلموش على الاولى اذا كان قتل خطا، واذا كان احترم قواعد المرور، لأنه نفتح قوس هنا باش نأكد على معنى مهم. ربما البعض يعتقد بأن هذا القانون المرور ليس قانونا شرعيا، بحكم أنه ما عندناش نصوص شرعية تتحدث عن هذا الأمر بشكل مباشر. معذرة دكتور، سنعود إلى أمين. يقول سيد أحمد بن عمر من وهران حمودة. سيد أحمد من وهران، من معي؟ الو، السلام عليكم. السلام عليكم. أيت حمودة من وهران. السلام عليكم أخي الكريم. كيفك يا أخت نجاة؟ صباح لاباس؟ مرحبا بك أخي، تفضل معنا في برنامج الصلح خير. زيارة مقبولة للعمرة إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك إن شاء الله. شكرا سيدي الكريم. السلام عليكم الشيخ بوزعي. وعليكم السلام. على السلامة سيد حمد. لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. Je voudrais intervenir sur le sujet qui est très important. نعم. تفضل. Vu le nombre d'accidents chaque année en Algérie, le nombre de décédés, نعم. il me semble qu'il faut
que tout le monde sensibilise les Algériens, que ce soit نعم même au niveau des mosquées. نعم la sensibilisation. Il me semble qu'à chaque mois, il faut sensibiliser les gens. Non. Il faut leur donner des chiffres. Il faut essayer de les toucher, de voir le nombre de motos, les blessés, les handicapés. نعم. Et même au niveau des écoles. Il faut مهم جدا. sensibiliser les gosses au second. نعم Parce que les gosses, ils sont inconscients. نعم C'est vraiment malheureux quand on voit le nombre de morts, 4000 morts, près de 5000 morts par an. C'est vraiment très, 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 très touchant. نعم. وكما قال الشيخ بوزيل لازم chaque fois لازم نخافوا من ربي. واحد كونت يبرون لو فولون chaque fois لازم يعس روحه. سي كوم سي واحد راه يعس روحه في صالح تاع الحرام. لازم يدوا faire la même chose pour le code. On doit le respecter à 100%. بارك الله On n'a فيك. pas besoin, par exemple, d'un policier ou d'un gendarme نعم. في chaque coin ou في chaque endroit. نعم. لازم نخافوا من ربي. Parce qu'un animal, on n'a pas le droit de le tuer. Un animal. ما بالك إنسان. إنسان. بارك الله فيك سيد حمودة. بارك الله فيك. C'est نعم. vraiment. مهم جدا. كما قال الشيخ بولسي quand on prend le vol ولا كي يركبوا في لا فواتور نخافوا. Donc ما نوصلوش للدار بلاد n'est pas en sécurité. On a peur de conduire صح سيد حمودة. réellement. نعم نعم نعم. وربي يهدينا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يهدينا. شكرا جزيلا. واسبيرون تيليك ميم لي اسوسياسيون لازم يلعبوا الدور تاعهم. نعم مهم جدا. Il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser tout le monde monsieur Aït Hamouda. Il faut sensibiliser tout le monde. نعم. بارك الله فيك. كان هذا توجور بور ليميسيون. انا دايما معاكم نتبعوها. بارك الله فيك. والله يجعل ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله ويحفظنا اجمعين ان شاء الله. فو ريميرسي سي أيت حمودة من وهران اللي يتكلم على لا سنسيبيليزاسيون والبدايه من المساجد حتى المدارس وفي كل مكان وفي كل زمان لخطوره حوادث المرور. يقول سيد احمد اتصال من فرنسا. نعم من معي من فرنسا سيد احمد؟ من بويرة. تسعديت من بويرة. بارك الله فيكم من هم في العارضة التقنية يقولون جميعا تسعديت من البويرة. السلام عليكم أختي تسعديت. عسلامة تسعديت. أنا أسمع بسوية صوت. تسعديت راكي تسمعي فيها؟ السلام ورحمة. تسعديت راكي تكلمي من البورتابل؟ خيري ما كان يكون فيه شويه شون. تسعديت انت تعرفي دارك. تفضلي رانا نسمعوا فيك. تسعديت من بويره. نعم. مساء الخير أسلامة. مرحبا تفضلي. ساسوكوب دكتور. السلام. ونسلارة مليح حاولت معه ونسلارة مليح ماناش نسمعوا مليح. ولي كان امكاني لها المقلم كان وايض باش نسل اخير شيخ فضيت راكي مليحه. سبحان الله لقيتها الشون دكتور. انا الشيخ صلاتك تاع السلام. مرحبا العسلامة. مرحبا تفضلي. راني حابه نتكلم مع السيد بوزري. تفضلي نسمع لك. تفضلي. نعم الشيخ صلاتك تاع الدار. تصيدي سوا نروح مباشرة لهذا فيسكو في الموضوع كاين الموضوع وايد. الشيخ ضيق جابنا راه التليفون دابا غادي تسول خاطر سي تري امبورطون. ربي يقدر خير ان شاء الله. ربي يقدر خير ان شاء الله. يا اخي الشيخ معليش. نعم يعطوا لك رقم تليفون تسعديت ما تقطعيش المكالمة. دوك يعطوا لك رقم تليفون من العارضة التقنية. نعم. في انتظار اتصالاتكم. نعود إلى أمين دكتور. قضية أمين وأخ أمين. نعم. اللي راهو مقطور الرجلين. فتحت قوس اللي هو قلت بعض الناس يقولوا باللي لو كود لاروت يعني قانون المرور. نعم. ما كانش هكذا في الشرع. ما كانش في آية فيرسي قرآنيك ولا حديث ولا آية قرآنية ولا اللي تقول احترموا قانون المرور. علاش قلت في المقدمة تاع اليوم بينت بعض الأحكام الشرعية. هو الشرع ينص على حماية الحياة. نعم. كما قال سيد حمودة لا ترمى بنادم ولا حيوان. حق الإنسان في الحياة. هو ربي سبحانه قال كي واحد إذا قتل بنادم كأنه قتل كل الناس. نعم. إذا كان اللي يدخل السيارة نتاعو
ما يحترمش قانون المرور، وإذا كان القانون يقول 80 كيلومتر في الساعة هو يدير 160، وربما مع أصحابه يزهى ويحكي وكذا، وبعض الناس يدور الموسيقى الصاخبة. نعم وهذا دكتور. أيضا لون آخر من العدوان. نعم دكتور، نشاهد هذا في الطرقات. نعم هذا لون نعم. آخر من العدوان. نعم. اتقوا الله يا ناس. حتى اون بلان اغلوميراسيون اي بروميير دوزيام يفتح. نعم. حتى في نعم. الزحمه نتاع الطريق. نعم. في لونكومبرمون وكذا، وين كان ازدحام السيارات. نعم. تسمع لا اله من بعدين نستغلق النوافذ. لماذا؟ من المفروض دكتور كاين قانون اللي طبعا سنشير. نعم. هذا الى ان شاء الله. نعم. في مستقبل الايام تكون حلقه خاصه بهذا الموضوع، احترام نعم. الاداب. نعم. واحترام الاخلاق، لانه الاجراءات الوقايه خير من العلاج. لماذا الانسان يسبب الاذى لغيره؟ لذلك قلت اذا الشريعه الاسلاميه تنص على حمايه حق الانسان في الحياه. نعم. وتنص على حق الانسان في العقل نتاعو، وكذلك حق الانسان في الحفاظ على امواله. نعم. فاذا كان هذا القانون يعني يحافظ على هذه الامور كلها، على هذه المصالح، يصبح هو قانونا شرعيا، ودخل في باب ما يسمى في لغة الشريعة في باب المصالح المرسلة. نعم. والمصلحة المرسلة مصدر من مصادر التشريع. نعم. حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله. وطبعا بيان مباحث هذا الموضوع في الأصول يعني طويل جدا. في القرآن الكريم هو المصدر الأول، والسنة النبوية والإجماع والقياس والمصالح المرسلة أو الاستصلاح. لذلك يعني الأدلة كثيرة على بيان على يعني البرهنة أو الاستدلال على شرعية قانون المرور. الآن نرجع إلى الظاهرة يطرحها الأخ أمين. نعم. يعني واحد يقتل ويهرب. أولا يعني كيفاش يقولوا يقاتل الروح وين تروح. نعم. يعني ربي سبحانه يعلم السر وأخفى. إذا كان هذا الإنسان هرب من سلطان القانون، هرب كما نقولوا من الدولة، وهرب من العقاب، ولكن ما يقدرش يهرب من رب العزة جل جلاله. نتوقفوا على يقاتل الروح. نعم. وين تروح. كما تكلم السيد أيد حمود على لا سنسيبيليزاسيون pour faire la sensibilisation دكتور. السيد حميد يتصل من ولاية تيزي وزو. استوقفك دكتور للاستماع لقضية سي حميد. السلام عليكم أخي الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك حميد من تيزي وزو في برنامج وصول الخير. محمد أختي. محمد. أنا هاني صح. محمد. مع السيد بوزيري. نعم. مرحبا تفضل. بيان سور بيان سور اليزي بيان سور. تفضل ويسمع فيك. الو نعم تفضل. رانا نسمعوا فيك. تفضل محمد. مساء الخير. السلام عليكم. مرحبا. مساء الخير. نعم. ليلة أنا تيجي بهذا يديني على ميسيون كين ونا جبلت أنا أطاس. ربي الحمد لله. ألو نكوني سليبة ذكي مقول القراية ونوريالة تعرفت ونوريالة ما أطاس غير لا ميسيون وتقول ما دادي كل خطرات جو كل هضرم أفهم غير تعرفت. والشغل كيف هذا تهترمي كل أنا نغير كل دين سليبة ذكي مقول. في كزيات مغليك أخويا محمد. نكوني زيت قصير. ايوه. الو نعرف كنت زيادة الرأيك يقول يعني أن المثاجي قدران كفردان وكذا كي تسزل أن خدم الثواغي كفردان في كنت زيادة مغليك في الرأيك. وي تمغلي هو بس هيك دورة يمضي لنا كي لا غالب سيطادير يعني كان يقص التلفزيون كاروس وزينا القيمة لا فواتير النية الحون ويسواها ديال لا ميوزيك اوفون وزعنا لها شو خدمان تالمون وصيت وزينا لها شو عندي تدونا الزداد. ايوه هما هذا الحون لا ميوزيك اوفون ما يغني تكون جروب هذه مو كان دي زوبستاكل في وكيل المظاهرة تاع القرآن. نعم. نعم. Alors ça c'est important le code de la route إذا يعني بدنا الفلاس في لي زوتوريتينا إذا قاعد مليحة يعني في الشغل هيك. فوالا. أعطيك الصحة مثلا. وأنا الدنيا شو استغرب يعني ديك مقرمة لا مكاس القد ساعتين في ليميسيون قبيلة يعني ديك. إن شاء الله. باش نفهم كل شيء تقارب. إن شاء الله. إن شاء الله.
ان شاء الله. فوالا سلام. الله يرحم والديكم يسلمك. شغل الغنى يطول ربي الأعمار. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك محمد من تيزي وزو. سلامة فهم. وكان غير نقترح عليه يعلمني القبلية ونعلمه العربية دكتور. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله سنأخذ بعين الاعتبار كل هذه التدخلات، وبطبيعة الحال يصعب على البعض يعني فهم اللغة العربية الكلاسيكية. دائما دكتور سعيد بوزيري يحاول تبسيط من اللغة العربية الكلاسيكية القامة، ينزل يدرج ثم يتحدث بالأمازيغية. نعود إلى أمين دكتور حتى نستطيع أن نتصرف في الوقت. دكتور تفضل. أمين، إذن واش نقول لك يا أخويا أمين، ربي يهدينا، هذا واش نقول، لأنه واحد كي يهرب من ناحية الشرعية هذه جريمة أخرى، خطأ آخر، ومن ناحية القانونية أيضا القانون يعاقب الإنسان إذا كان إنسان راه في خطر ماشي هو اللي تسبب فيه. نعم. لا يجوز لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية القانونية باش يخليه. نعم. يخليه ينزف الدم نتاعو وبعدين قد يصل إلى الهلاك النهائي أو تبتر رجله أو يده وهكذا. ربما في بعض الأحيان دكتور هادو يهربوا خوفا، يقول لك لو كان تحكمني لا بوليس ونعيش في نافير في لا جوستيس، يعني الكثير منهم يتهرب من هذا الجانب. بطبيعة الحال ليس مبرر. ليس نعم. مبرر. نعم. يعني هذه كلها مرفوضة في الحقيقة، لأنه نعم. واحد اللي يقول أنا هرب وما يدير حتى شيء يخلي هذاك الإنسان يموت ولا ينزف الدم نتاعو هكذا. نعم. لذلك واش نقول لك يعني يا أمين، خوك ربي يحفظه وربي يحفظ الجميع. واش نقولوا ربي يهدي، لأنه فعلا كما قالوا الإخوة جميعا هذه مسؤولية الجميع. هذه مسؤولية الجميع، نحن مسؤولون جميعا على هذا الخوف وهذا الرعب وهذا الجرائم اللي تحصل في الطرقات. حتى الواحد إذا كان رجع العشية يقولوا مبروك عليك أنك رجعت، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه ظاهرة للأسف وراهي مرشحة للزيادة. كما قال خونا يعطيه الصحة حمودة بن وهران، يعني الاستاتيستيك يعني راهم يهضروا وحدهم، يعني عدد الجرحى وعدد الموتى وعدد حوادث السيارات كثيرة جدا، خاصة في أوقات معينة في العطل، وكذلك في الفترة المسائية عند الخروج، وكذلك الصباح أيضا، وبعضهم باش يعوضوا باش يوصل في الوقت. ولكن في النهاية كما قال لي أحدهم، يعني الحمد لله ربي شفاه يعني وسلكوا بخير، قال كنت نجري الصباح باش نربح 4 دقائق لقيت روحي راحوا لي 40 يوم في البلاطر وكذا في السبيطار إلى آخره، وتسبب في جرح شخص آخر، هو اللي خذا كما يقول الضربة الكبيرة. يعني هذه رسالته هو، ربما في الحصة القادمة نقدم رسائل مهمة لهؤلاء الناس اللي تصلوا بين الله يبارك، اللي ما تصلوش نحكيوا الرسائل نتاعهم والنداءات نتاعهم. هذا قال لك أنا درت السرعة باش نربح 4 دقائق نوصل في الوقت، في النهاية لقيت روحي في 40 يوم راحوا لي من حياتي، وزايد الآثار الجانبية اللي راهي متضرر منها من الناحية الصحية. فلنتقي له إلها وحزب إلها بنادم إلى قد يتحزيف، خاطر ثوابت يقدرون الرفرافة يقدران ذيك فردان يضر مرة لكن دنوث مثل ناخذ المسؤولين، لكن من لا أما ذي مضبرا الشرطة والدرك وكذا والمسؤولين جميعا. أما ذنك لكن من لا كشعب أيضا نسعى المسؤولية ثم قرنت أغتفرب فوسا الفاصيث واغيث أنفار ثلويث إن شاء الله. نعم شكرا محمد. إذا نعود إلى أيد حمودة من وهران اللي أعطى جملة من الاقتراحات وأيضا تكلم على لا سنسيبيليزاسيون. قبل ذلك يقول محمد مسعود من فرنسا. دكتور السلام عليكم أخي الكريم مسعود من فرنسا. نعم السلام عليكم أخت نجاة. السلام عليكم. مرحبا بك مسعود من فرنسا، وش راكم؟ عساكم أختي نجاة. لا بأس وانتم حج المبرور وذنب المغفور وسعي المشكور إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك سي مسعود من فرنسا. أحوالكم أموركم الجالية لاباس؟ والله الحمد لله الحمد لله. حبيت ندخل في هذا الموضوع. تفضل رانا نسمعوا. قانون المرور. نعم تفضل. احنا حبينا نقولوا قانون المرور إن شاء الله في الجزائر لو كان يصدر معاه فتوى على فتوى بالإنسان اللي يتعدى السرعة هذه ولا يديروا أمر كما هكذا. نعم. تصدر فتاوى مباشرة مع القانون. نعم. في هذه الحالة الناس شوية تخاف كي تكون له فتوى. مثلا كاينة سرعة محددة، إذا فات هذيك السرعة صافي تصدر معها فتوى مع القانون. نعم. في رجال الدين تفتيش في يدين رجال الدين. نعم. نقلوا من حوادث المرور ومن أمور بزاف إن شاء الله. هذا نعم. هذا الأمر اللي حبيت ندخل فيه برك. إن شاء الله بارك الله فيك يعطيك الصحة سي مسعود من فرنسا. تدخل في غاية الأهمية.
نشكرك إن جزيلا. شاء الله نطلب من رجال الدين ومن وزارة الشؤون الدينية أنها تصدر فتاوى على أساس والوزارة قوانين المرور وكما هكذا، على الأقل تنقص شوية من حوادث المرور في كل شوية. والله شيء عجيب للأسف الشديد. نعم في هذا في المرور هذا. نعم رهيب. هذا واش حبيت نقول أختي. بارك الله فيك سي بارك الله فيكم، والله يحفظكم ويرحم والديكم، والحصة هذه آمين إن شاء الله. حاجة مليحة إن شاء الله. إن شاء الله السلام عليكم. بارك الله فيك. إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. شكرا مسعود من فرنسا. نعود إلى أيت حمودة دكتور من وهران. سيد حمودة بارك الله فيك، أعطيتنا رسائل مهمة جدا. معذرة دكتور. نوارة من فرنسا. الأولوية للمتصلين. دكتور دائما يقول أولوية للمتصلين. نوارة من فرنسا. السلام عليكم أختي. ألو نوارة. وي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Salam alaikum. Je peux parler à Cheikh Saad Bouzri? Vous pouvez parler au docteur Bouzri, mais à condition نقصي التلفزيون قبل باش نقدروا نسمعوك مليح. نقصي له. Il faut diminuer. فوالا تفضلي نوارة، رانا نسمعوا فيك. تفضلي. الهضره شاهد بوجدري على حساب الكود دو لا روت الجايه ساعات موت خيط مورا مي بروبليم يا با دو ريسبي دو لا كود دو لا روت يا با دو ريسبي لي اكسيدون سي ترو انا طاسك متساسن عرفتي كنزير. نعم عطيك تمتاسن مي بروبليم ميم دون لي زيكول لو كود دو لا روت مي بروبليم تشكع عندنا الموس اضو طلعنا لي سولديين شحال قلنا روحنا لي ساعه ديال الكود قالنا سملاني سولديين تشكع عندنا الموس وسينا الكود دو لا روت يا با دو ريسبي دو كود دو لا روت. سوف نسمع لي سولديين عاود كاني سولديين شكانتنا الموس يا با دو ريسبي دو كود يا با دو قرايه الكود دو لا روت يا غير جون كومبخون با لكسموسنا. بارك الله فيك نوارة. يعني معطيات مهمة. بارك الله فيك، يعطيكم الصحة. بارك الله فيك نوارة. جدا مي يا با دو ريسبي حاج كانت تعدي فوالا حاج كانت تعدي حاج كان بارك الله فيك، يعطيكم الصحة. ثمغريم ثبضاد ثغريم ثبضاد يعطيكم الصحة وتماتنا. بارك الله فيك نوارة من فرنسا. يعني دكتور ما شاء الله جملة من التوضيحات والاقتراحات. دكتور أيت حمودة من وهران أو يسلنا فينا. أيت حمودة الآن دكتور معك. سيد حمودة بارك الله فيك. أولا كي ذكرت الإحصائيات أو الإحصاءات الاستاتيستيك. في الحقيقة كما اللي شفناه يعني في الفيتير يعني هذاك الاستطلاع كي شفنا بعض هذيك السيارات هذا طبعا نموذج خفيف يعني صورة أو صورتين. نعم. يعني يوميا راهي نفس الصور وأكثر. هذه الصور المخيفة راهي كثيرة وكثيرة جدا. حتى اللي غير اللي عنده القلب الكبير كما نقول باش يقدر يشوفها للأسف الشديد. لذلك سيد حمودة بارك الله فيك النظر في الإحصاءات في الحقيقة منبه. نعم. اللي معنى اللي كان غافل كي يشوف لي ستاتيستيك معناه يدير لا ريفيزيون ديال المراجعة لروحه يقول بلي وراهي رايحة. يقول يجي نهار أنا نكون ضمن في الاستاتيستيك هذون. نعم. سأحسب ضمن الموتى. نول نتلابغي دكتور. وي لازم نعم. كل يوم ذي ولي ماني سكا أسين يد يسي ونواس هذه لي سكوي قاعد توحسبن وقاعد يموتن. معناتها الإنسان ما لازمش يقول الموت رايح عند ناس آخرين، لا يقول أنا أيضا معني. نعم. وكلنا معنيون. هذا رقم واحد. رقم اثنين اللي ذكرها الرسالة مهمة وهو عملية التوعية والتحسيس. الشرع راه يوصي بهذاك والقانون تاعنا كما المادة 63 من قانون 01/14 أيضا ينص على ذلك. ولكن سيد حمود أعطى فكرة مهمة جدا. نعم. قال لك المساجد صح. المساجد نعم. لازم يكون هذا شغل الشاغل. نعم. أئمتنا الكرام والحمد لله مازال المسجد عنده دور. الجامع له دور كبير في توعية المجتمع. نعم. بل الجامع له دور كبير في قيادة المجتمع. لذلك لا بد أن يؤدي دوره. لازم الخطاب المسجدي يكون أجور يعني يكون يواكب الأحداث ويواكب المجتمع
ويوجه المجتمع إلى المضار التي تضره والمفاسد والأخطار التي تهدده في كيانه المعنوي وفي كيانه المادي، ثم يوجه ويرشد. لذلك أنا معك سيد حمودة بارك الله فيك في موضوع المساجد، وكذلك المدارس والصغار. الله أكبر، شحال من الصغار مساكن اللي هم ضحايا يعني للأسف الشديد، يعني تلقاهم كاع معطوبين، اللي مات واللي يروح مسكين يروح صباح يخرج بالمحفظة نتاعو والعشية يجي في الصندوق. ويعني لا إله إلا محمد رسول الله كما واحد يرواني بعدين شاف الدرس يعني في اللقاء القادم نحكيو بعض الحكايات. قال لك المحفظة يعني يحتضن محفظته ومات هكذاك تحت العجلات وهو محتضن لمحفظته. يعني سبحان الله، لازم نفكروا باللي هؤلاء الأبرياء يعني جايين الحياة راهم صغار، يعني بأي حق واحد يعني يقتلهم بالسيارة نتاعو بالسرعة بالهيجان. لا أدري، وبهذيك الجهل اللي راه موجود في الشوارع. طبعا لا أعمم الأحكام، مانيش نقول الناس كاع كيف، ولكن الرسائل راهي موجهة للغافلين. أما الناس اللي راهم الله يبارك يحترموا قانون المرور ويحترموا حقوق الإنسان ويحترموا شرع ربي سبحانه وتعالى، كما قال سيد حمود يخافوا ربي. الإنسان لازم يخاف ربي أولا وأخيرا، ثم دور أيضا الجمعيات المختلفة مهم جدا. سواء الجمعيات الثقافية، الجمعيات الخيرية، كل الجمعيات، المجتمع المدني كان معني. لذلك المسألة ماهوش نتاع الشرطة أو الدرك، كلنا معنيون. أعطيك الصحة يتحمد أخويا على هذه الرسائل. ثم آخر حاجة قال ضرورة احترام قانون المرور بلا الشرطي بلا الدرك. كي كان يتكلم تفكرت حاجة مهمة. لماذا في بعض الدول وين الناس يحترمون قانون المرور حتى 3-4 تاع الصباح ما كان جدرمي يعني دركي ولا شرطي ولا يعني ولا شيء، راه وحده. ولكن يشوف مثلا هذاك الضوء الأحمر الفروج يحترمه. والله غير روالي واحد يعني شخص صديق ثق في شهادته، قال لك مرة في بلد من البلدان، قال لك وصلت في حدود الساعة 2:30 صباحا، كان يقود السيارة نتاعو مع صاحبه أيضا. قال لك وصل للفروج يعني شعل الضوء الأحمر، قال لك اللي مورايا يعني يعطيه بالمنبه كلاكسوني. قال قلت لماذا راه فروج؟ واش قال له هذاك؟ قال له ما دام ما كاين حتى واحد يديروها دكتور صح. ما كان لا جدرمي لا شرطي، وما كانش حتى السيارات يعني أين الإشكال؟ عليك أن تتجاوز ذلك الضوء الأحمر. فهذا قال له أنا أحترم هذا الضوء الأحمر. أنت إذا كان حبيت حرق وراح رجع اللور وحرق هذاك الفروج. وكي حكى لي هذه الحكاية واش علقت عليه؟ قلت له حنايا اللي عنده هذا التخلف، وطبعا لا أعمم الحكم، ماشي يدير الضوء أحمر، لازم ينزل حيط كومبلي، ينزل هكذا. يعني كي نوصلوا الضوء الأحمر ماشي ضوء أحمر، لازم ينزل جدار حديدي أو بالإسمنت المسلح. ثم يولي يحترمه على لأنه يخاف على سيارته فقط. وهذه كارثة. وأنا نقول يعني علاش هذون اللي عندهم السيفيزم هذا، عندهم الحضارة، احترام الكود لاروت، احترام قانون المرور، وحنا لماذا نحترم؟ لماذا لا نحترم؟ لماذا؟ ونحن مسلمون. يعني سبحان الله، يعني إذا كان احنا مسلمين ماشي في الكلام فقط، لازم في التطبيق البراتيك. ربي كل ما يذكر الإيمان يجيب معه العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علاش ما يبانش المسلم في شكل حضاري أرقى راقي، يكون ريفيرونس، يكون مرجع مثوالا مدن ذي نسلم أذحمل الإسلام أسين وقي يقرب سيدي ربي، وقي يضوع ربي سبحانه، وقي يتربى، وقي يحذق، وقي يفهم، وقارن زيكي مزورة الزرفي وحذيق. ولكن للأسف يعني، وهذا أمر يعني مؤلم للغاية. سيد حمود بارك الله فيك على هذه الرسائل، نسأل الله التوفيق. محمد دكتور، نمر إلى محمد بن تيزي وزو اللي يقول أنه في صعوبة في الفهم، خاصة عندما
يستعملوا ربما البرنامج اللغة العربية نعم. الأصيلة والكلاسيكية. دكتور تفضل. والله الأخ محمد في غريك بالضبط. على كل حال برنامج ثلاث وضعنا هضرنا وكذا قرارات قضايا من زمان وكذا نخدم. المهم نسيوض ثغرتنا غنسيوض ثمغلينا ثمغلي البرنامج إذا تزويل تاكيا كوي مثلا مرة نستخدمه كشوي لان البرنامج نوان هضرت قبايلي استعرف معوان. المهم أنفنو ثمورثنا ونميوسنا نمي عقل ذا ثمثنين لا ونذاوين الهلاكة النغ خاطر مكور ثمورث سواراويس ونطمع على ذي الفراني باش يذوي ثمورث النغ. بالمناسبة هذا المرة في مع الأفارقة اللي حضروا هذا المؤتمر الدولي، هذين المؤتمرين الدوليين، وكان من الرسائل التي وجهت لنا جميعا هذه. قال نحن أبناء هذه القارة السمراء، أبناء إفريقيا، لازم نحن نتعاون من أجل الإنسان، من أجل بناء حضارة تسعد الإنسان ولا تشقيه، من أجل زرع المحبة، من أجل التواصل، من أجل التعاون في المشترك الإنساني، من أجل إلى آخره. ما نطلبوش من الآخرين باش كل واحد يخدم بلاد الله يعينه، حنخدموا بلادنا وبعدين نتعاون على الخير، لأنه نحن بشر ورب سبحانه خلقنا وربنا واحد وأبونا واحد. كلكم لآدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، والإنسان مكرم بحكم آدميته إذ أن كرامته في آدميته لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. لذلك مثلا محمد أكدين كنا بعض الشباب ما يعرفوش حتى قيمة السيارة. طبعا ما شراهاش هو، ما عرفش عليها. كان قال لي واحد قال لي أنا عندي سيارتي جمعت دورو حتى نشريتها. قال لك نعرف كاع لي دودان، نعرف كاع الحفاير على مدار 100 كيلومتر. قال لك على بالي هذه اغوش هذه ضروات هذه يعرفها كان خاطر هو اللي شراها تابع عليها. اما اذا كان الشاب عنده 20 25 سنه شرى له بابه سياره ولا يمه سياره ويحكمها، وكما قال لك مثلا محمد الموسيقى، وكان اللي يشرب الخمر. كان يشرب الخمر وام الخبائث. هو كم من حادث ارتكب بسبب أم الخبائث. هذه كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين خدم العجب كما مثلا محمد في رايك بضاد إن شاء الله هو ربي المزين أذر نظر الحذرني منسن والحذر ثرويحين بياض. واستخدمنا لك ذاك الموسيقى نثي السيتين يحرم ربي سبحانه عز وجل ويلاق أكن من الله ثاني ثمسات أسنف كزال واسنف كالقدر القانون نجي بوفريد باش نحرز الأرواحنا ونحرز الأرواح بياض. نعم بارك الله فيك دكتور. الحاجة فاطمة تتصل من بشار، هل هي ما زالت معنا؟ الحاجة فاطمة السلام عليكم. مرحبا بك. السلام ورحمة الله. لاباس الحمد لله. مبروك عليك بنتي نجاة العمرة، العقبال الحج ان شاء الله. يبارك فيك ان شاء الله من فمك ربي ان شاء الله يا حاجة فاطمة. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. ربي يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله. امين امين ان شاء الله يا ربي. تفضلي فاطمة. بنتي نجاة عندنا واحد السيد هنايا صالحوا حادث في التسعينات مع شركة السانتيلي وقت اللي كانت سانتيلي. نعم. والآن هو معوق لحد الآن وعطوه تعويض 20 مليون في التسعينات. نعم. والأخ تاعه راه يطلب من شيخنا هل يسألوه هل ممكن أن يرفع قضية لدى العدالة باش يعاود يسترجع الحقوق تاع أخوه. نعم لاسترجاع حقوق تاع الأخ تاعو. خاطر هو دار الكارت تاع سانتيلي هو اللي ضربه. نعم. تعوض وعطوه 20 مليون في ذاك الوقت، لكن مش كافيه لان الولد هذا راه معوق حتى الان. نعم. راح في فرنسا. نعم. يعني صعوبه الماديات والاخر، يعني راه يطلب من الشيخ يوضح له هل القانون يسمح له باش يعاود يرفع القضيه لاسترجاع الحقوق تاع الاخ تاعو. الحاجه فاطمه ماذا بك يعني خذي الرقم من العارضه التقنيه وخلي الرقم تاعك ايضا. نعم. باش نتواصلوا معك ونتواصلوا مع المعني مباشره. صحيح. شكرا شيخنا تحية خالصة للجميع. بارك الله فيك الحاجة فاطمة من صحراء بشار العزيزة. نحن المتبعين حصة هلا سألوا وصل خير. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك الحاجة فاطمة التي تتصل من بشار. قبل ما تقطعي الحاجة مدي رقم التليفون تاعك ويعطوك رقم الدكتور سعيد بويزري. العارضة التقنية من فضلكم كم بقي من الوقت حتى نقسموا أمورنا بالنسبة للاتصالات ورسائل الدكتور؟ كم بقي من الوقت من فضلكم؟ كم بقي من الوقت سعيد سيد أحمد؟ 5 minutes.
بارك الله فيك محمد وكل جملتكم العارضة التقنية. 5 دقائق دكتور، ماذا نفعل؟ نجيب إن شاء الله نجيب ولا ننسى الرسائل دكتور؟ نعم نعم. إذن الأخ مسعود من فرنسا. نعم، بالنسبة لمحمد انتهى. نعم. الأخ مسعود أيضا رسالته تفهمناك يا سي مسعود. نعم. قال لك صدور فتوى مع القانون. نعم. يعني حب يقول أنه الفتوى عندها قداستها، وصحيح عندها قداستها. نعم. يعني كي يقولوا للناس من ناحية الشرعية يجب احترام قواعد قانون المرور لأنه لا يتعارض مع الشريعة بل يحقق مقاصدها. نعم. يحقق الكليات التي نصت عليها الشريعة، وأصل هذا القانون يعود إلى ما يسمى في الشريعة الإسلامية بالمصلحة المرسلة كما بينا قبل حين. نعم. لذلك يكون عندها قوتها، ورانا معك يا سي مسعود أخويا، وإن شاء الله سوف نكثف جميعا مع إخواننا الذين يتصدرون للإفتاء من أجل بيان هذه المسائل من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية أيضا، باش يعني نقصوا من هذا الحوادث، التقليل من حوادث المرور. شكرا سي مسعود وبارك الله فيك من فرنسا. نوارة من فرنسا. نعم. نوارة كي قالت عندنا بلد خير منا. نعم والله. غير بالمناسبة في المؤتمرين هذو في جالية دائما معلق قلبها بالجزائر. سبحان الله العظيم. ذكروا لنا بلادنا. نعم. علاش قلناهم في البداية؟ لأنه فرحت كي كانوا يتبعوا برامج قناة القرآن الكريم. نعم. عموما برنامج صلح وخير، وعبروا عن فرحتهم بشكل كبير إخواننا في بنين وفي واغادوغو وفي الطوغو وفي نيجيريا والنيجر وكذا. والأمر الثاني عبروا عن حبهم للجزائر. ويقول انت مادام بقى الجزائر بقى قويه قايمه الى اخره. وطبعا احنا نتعاونوا جميعا، هذه الافريقيه ان شاء الله نخدموها جميعا. وبعدين هي بلد جميل صحيح، ولكن لابد ان نرقى نحن نعم. الى مستوى هذا البلد الجميل، وهي أمانة الشهداء. نعم. لازم نحافظوا عليها جميعا. إن شاء الله. وقالت المشكلة هو عدم احترام القانون الصحيح، عدم احترام قانون المرور. نعم. وكذلك أنه هذا عدم الاحترام يؤدي الوفيات كما بزاف الناس وجرحى وغيرهم. نعم. وتبديل الأموال. وبعدين ذكرت مسألة خطيرة جدا، وهي الشباب اللي راهم ياخذوا شهادة السياقة قبل ما يتعلموا تعلم كبير. نعم. يشروهم يعني. نعم. للأسف هي ظاهرة خطيرة جدا. نعم. وطبعا لا نشك في مدارس التكوين، ولكن لابد لها مسؤولية الجميع. لازم أول حاجة يعرفها الشاب ولا الشابة اللي يحكموا في أول درس يتعلموه كي يحكموا السيارة، ولا قبل ذلك في المكتب أو في المدرسة نتاع التعليم السياقة، يعرفوا باللي هذه السيارة ما هي إلا آلة قد تكون سببا في وفاة الناس. ممكن يجي. نعم. الإنسان يتمنى يكون عنده سيارة ويفرح بها. نعم. ممكن يسوقها في الأسبوع الأول يرتكب حادث يولي يكره كل السيارات. نعم. ويكره ولا يتمتع لا بسيارته ولا بحياته. نعم. لذلك نقول لك أختي نوار أعطيك الصحة، بارك الله فيك على هذه الرسالة. نعم. الحاجة فاطمة من بشار اللي تتكلم على سيد. نعم. جارها. طيب. نعم. مدام أولا الحصة القادمة نفتحوا الملف القانوني. نعم. ونجاوبوا إن شاء الله، نتواصلوا معك إن شاء الله خلال هذا الحصة، خلال هذا الأسبوع، باش نجاوبك من الناحية القانونية واش بالحقوق اللي لازم ياخذها، اللي حقه باش ياخذها. عاد 20 من طبعا هذا لا يكفي إطلاقا. لأنه الإنسان كي يوصل للدرجة هذه نتاع الإعاقة لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي مات لا يعوض بأموال الدنيا. وإذا كان واحد فقد عضو من أعضائه ولا أصبح مشون أو معوقا، يعني أموال الدنيا لا يمكن أن تعوض ذلك إطلاقا. نعم. لذلك إذا كان سمحتي لي أختي نجاة، يعني في سنعود إلى كل هذه المساءلة في الحلقة إن شاء الله المقبلة بحول الله تعالى. بعض الرسائل دكتور قبل نهاية البرنامج. نعم. الرسالة الأولى دقيقة و30 ثانية إن شاء الله ربي يبارك فيها. الرسالة نعم. الأولى: ظاهرة حوادث المرور مسؤولية الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما الجهات الرسمية تاع الدولة أو كذلك المجتمع بأكمله. أكن من لا ثانية ثمثالت بين عنان ثواغي ثقي يقدرون دقفردان ثقي تصفر سمزورث. الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن لابد من التفكير الجاد في مآلات الحوادث. مآلات يعني استقبلت نقارنك إلها ونتحزيفا إلى قد نخمم إيوسا إيوزكا إيوزكا. الرسالة الثالثة: لابد أن تخلص من الأنانية الإيغويزم اللي راه سبب من أسباب الحوادث. والرسالة الأخيرة في ثواني نقول كل إنسان عنده روح واحدة، كل مثال نساعدنا الروح. إذا راحت الروح لن تعود يوم القيامة
إلى قنم يحذر رب ذا يحذر جاون ثالوث. بارك الله فيك دكتور سعيد بويزري. وصلنا إلى نهاية هذا العدد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.